امرأة ذكية وحاكمة قوية اهتزت ليها العروش بسبب إتقانها الألاعيب السياسية. أثرت على الحياة الرومانية في فترة حرجة، وصفت بأنها فعلت ما لم يتم فعله من أي امرأة تانية عبر العصور. قادت جيوش وعملت على استرداد أمجاد أسرتها، وكثرت الأقاويل حول سبب وفاتها، تاريخها وحياتها وزيجاتها وسياستها المثيرة للجدل. أثاروا الجدل من آلاف السنين، والغريب إن الجدل فضل مستمر لغاية دلوقتي. تعالوا نلقي الضوء باختصار شديد على مسيرة الملكة كليوباترا وقصتها المثيرة بالتفصيل. أنا محمد فرج، ودي حياة زمان. الملكة كليوباترا السابعة، والمعروفة باسم كليوباترا بس، هي آخر ملوك الأسرة المقدونية اللي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل الميلاد، ولحد احتلال مصر من روما سنة 30 قبل الميلاد. القدر خلاها منافسة لعرش أخوها بطليموس الثالث عشر. وصفت بأنها كانت جميلة وساحرة، وده عكس تماما اللي بتبرزه الصور اللي وصلت لينا. كمان كانت بتتميز بذكاء عالي جدا وقوة غلبت بيها الرجال، وكانت دايما على مشاكل مع شقيقها، واللي انتهت في النهاية بطردها من مصر. طب ليه تم طردها من مصر وتحديدا من اسكندرية؟ بطليموس التلتاشر وقع تحت تأثير المستشارين اللي كانوا حواليه. عملوا على إبعاد كليوباترا وطردها من الإسكندرية للانفراد بالسلطة طبعا، فلجأت لشرق مصر واستطاعت تجنيد جيش من البدو لاستعادة موقعها وقوتها، وده كان عند وصولها لبلزيوم واللي هي بورسعيد حاليا. البلاد في الوقت ده كانت مملوكة تحت الحماية الرومانية، والمصدر الرئيسي للقمح بالنسبة للشعب الروماني، وده اللي شجع يوليوس قيصر يجي مصر بعد هزيمة بومبيوس سنة 48 قبل الميلاد، فوجد الحرب الأهلية على أشدها. كانت كليوباترا في الوقت ده بتحاول ترجع مصر من تاني، واتعمدت إنها تظهر فجأة قدام يوليوس قيصر ملفوفة في سجادة. أيوة زي ما سمعت، ملفوفة في سجادة، عشان ما كانش مش سهل إن هي توصل بطريقة غير كده، وعشان تقدر إن هي تقابله وتتوسل ليه عشان يساعدها في تحقيق غايتها، وهي إنها ترجع للحكم من تاني وتهزم أخوها. بذكائها الشديد قدرت تعمل ده، واختلفت الآراء إزاي إمبراطور روما اقتنع بكلامها. في اللي قال إن هي أثرته بمفاتنها أو بالمنطق، وهي إن هي هتكون أحسن من أخوها في قيادة حكم مصر. طب إزاي نجحت إن هي تكسب أخوها؟ في الفترة دي أعيدت كليوباترا لعرشها بالكامل، وده من خلال الدعم الروماني، واتجوزت أخوها بطليموس الرابع عشر، واللي كان ساعتها عنده 11 سنة. وفي يونيو سنة 47 قبل الميلاد ولدت كليوباترا ابن سمته بطليموس قيصر، واللي اتعرف بقيصريون نسبة لوالده. أما قيصر اللي كان متجوز في الأصل من رومانية كان غير قادر على الاعتراف بابنه المصري بشكل رسمي، لكن قبل ما اقتله سعى لتمرير تشريع في روما إنه يعطي الحق بالزواج من امرأة تانية ومنح الشرعية القانونية لطفل ولد في أراضي أجنبية. طب إيه طبيعة العلاقة بين كليوباترا ويوليوس قيصر؟ بص يا سعادة البيه ويا ست هاني، كانت العلاقة بين الطرفين أبعد ما يكون عن إن هي مجرد شغف عاطفي متهور. الاتنين كانوا بيلعبوا سياسة صح، ما كانش لحد منهم بأي شكل من الأشكال إن يكون ساذج. حاول الطرفين إن هم يكونوا مصالح مشتركة، استقلال مصر مقابل الاستفادة من إن هي أخصب أراضي العالم. ربطت اهتماماتها المشتركة الطموح والطفل ببعضهم البعض، والطرفين شافوا إن لازم مصر تبقى مستقلة لقيصريون عشان يورثها. في سنة 46 قبل الميلاد انتصر يوليوس قيصر في روما. في الفترة دي كليوباترا وبطليموس فضلوا لمدة سنة على نفقة قيصر، ومنح ساعتها كليوباترا تمثال ذهبي في معبد فينوس، لكنهم رجعوا لمصر أعوام بعد وفاة بطليموس الرابع عشر. وسط ترجيح من المؤرخين اللي موته كان بفعل حادثة مخططة، خصوصا إن ما كانش فيه وريث للعرش إلا قيصريون اللي عنده 3 سنين، واللي أصبح بطليموس الخامس عشر. ساعتها انفردت كليوباترا بمقاليد الحكم. طب إمتى جه الانقسام في روما؟ بعد اغتيال قيصر في روما انقسمت المملكة بين أوكتافيوس وأنطونيوس، فقرر أوكتافيوس إنه يضم مصر للإمبراطورية الرومانية، لكن كان قدامه تحديات كتيرة جدا وعواقب، من أشدها مارك أنطوني، واللي كان عايز يحكم الإمبراطورية الرومانية لوحده. وفي الوقت ده فكرت كليوباترا إن هي تكون زوجة لمارك أنطونيوس، اللي من المحتمل إنه يحكم في يوم من الأيام الإمبراطورية الرومانية.
جه مارك أنطوني لمصر وجات له كليوباترا في الخفا لخوفها من ثورات المصريين ضدها. ما هي سمعة برضه يا ريس. ازاي خضعت بقى كليوباترا تحت سلطة السيد الجديد؟ كان مارك أنطوني متجوز من أوكتافيا أخت أوكتافيوس، ومنع على الرومان التزوج بغير رومانية، وهنا ظهرت مشكلة ارتباطه بكليوباترا وأصبح حليفا ليها بدل من إن هو يضم مصر للإمبراطورية الرومانية. تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية لشرق وغرب، وكان الشرق بما فيه مصر من نصيب أنطونيوس، وكان طبيعي إن كليوباترا تحت سلطة السيد الجديد أنطونيوس عشان تحاربه بسلاح الحب والجمال كالعادة. أعجبت كليوباترا بأنطونيوس لأن كل التوقعات في الوقت ده كان بتأكد فوزه، وقررت إعادة التاريخ مرة تانية. وقع أنطونيوس في خطتها وشباكها، واللي كان أقل ذكاء وخبرة من قيصر، وده كان سنة 40 قبل الميلاد. أنجبت كليوباترا توأم سيلين وألكسندر هيليوس. وضع الطرفين خطة كبرى لتحالف شرقي يرد لمصر بعض من مجدها السابق. بفضل أنطوني استعادت مصر بعض من أراضيها الشرقية المفقودة، وطلق زوجته، وأصبح أنطونيوس وكليوباترا زوجين رسميين. طب ليه الإشاعات كترت تحديدا حول وفاة كليوباترا؟ بعد موت أنطونيوس وكليوباترا كترت الأقاويل عن انتحار كليوباترا، وإنه يرجع لحزنها على وفاة جوزها وحبيبها مارك أنطوني. لكن المؤرخين استبعدوا إن هي تعمل كده، لأنها عمرها ما هتتأثر بالكلام العاطفي ده. هي كان كل همها في الأول والأخير الملك والعرش، وده اللي بيأكد إن السبب الحقيقي وراء موتها شعورها بالهزيمة وفقدان عرشها بعد ما توقعت إن هي تقدم كغنيمة للرومان. وده بينفي الادعاء الرائج بإن هي انتحرت بسم تعبان، ولكنها في الحقيقة خدت خلطة جميلة كده من الأفيون والشكران وخانق الذئب، ودي خلطة كده بتصرح الذهاب لعزرائيل بدون طعم أو ألم أو شعور بالسم نفسه. كمان تضربت الأقاويل حول دفنها مع حبيبها أنطونيو في مقبرة واحدة. البعض بيقول إن المقولة دي صحيحة، وإنهم تم دفنهم فعلا في أحد المعابد، في حين إن هناك مؤرخين أكدوا إن هي شيدت مقبرة لنفسها في الإسكندرية لم يستدل على مكانها، واللي بيرجح البعض إن هي تكون في أعماق البحر كجزء من مدينة اسكندرية القديمة اللي غرقت في البحر المتوسط. اللي زاد الجدل حول كليوباترا مؤخرا، وتحديدا دلوقتي زي ما بكلمك، إنتاج شركة نتفليكس للفيلم وظهور الممثلة الرئيسية لدورها سمراء اللون، وده اللي دفع المصريين للتساؤل حول السبب، لأن العمل ليس مجرد فيلم سينمائي عادي، وإنما فيلم وثائقي، وبالتالي يفترض أن يستند إلى وقائع تاريخية علمية. ودي كان نقطة تعجب شديدة جدا للمؤرخين ورجال الآثار المتخصصين في مصر. احنا كده خلصنا، قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير.